السلام عليكم. الناس اللي بتحب استخدام السيرامات على البشرة، هقول لكم النهاردة على روتين نضارة، روتين تفتيح البقع تصبغات، وروتين مسامات واسعة الناس اللي عندها بشرة دهنية أو مختلطة، وروتين لتجاعيد والخطوط. هقول لكم النهاردة على 4 روتينات من شركة واحدة. شركة إيه؟ شركة سيلت. سيلت عندهم اكتر من سيرم، عندهم الريتينول وسيرم النياسيناميد وسيرم فيتامين سي وسيرم الاليكزير اللي هو الارجرلاين، وعندهم كمان سيرم الهيلورونيك اسيد. اقول لكم رقم واحد سيرم النضاره. لو انتوا عايزين سيرم النضاره من شركه سيلت، هتستخدموا ريتينول مع فيتامين سي مع الهيلورونيك اسيد. بس هتستخدموهم ازاي؟ هتستخدموا الريتينول بالليل، سيرم فيتامين سي الصبح قبل واقي الشمس، والهيلورونيك اسيد ممكن نستخدمه كمرطب الصبح وبالليل. دول 3 سيرم هنستخدمهم شهر بالظبط، هيديك النضاره اللي انت عايزاها في بشرتك. سيرم تفتيح تصبغات بقع من نفس الشركه برضو، هنستخدم 3 سيرم مع بعض. سيرم نياسيناميد، سيرم ريتينول، سيرم فيتامين سي. هنستخدمهم ازاي؟ سيرم النياسيناميد كل يوم على البشره، سيرم فيتامين سي يوم بعد النياسيناميد بساعتين، وسيرم الريتينول يوم بعد النياسيناميد بساعتين. يعني كل يوم هنثبت النياسيناميد وبعديه بساعتين يوم ريتينول ويوم فيتامين سي، يوم ريتينول ويوم فيتامين سي. ده هيساعدنا في التفتيح والبقع والتصبغات والحاجات العنيدة، التصبغات العنيدة. طيب، روتين مسامات واسعة. روتين مسامات واسعة لأصحاب البشرة الدهنية أو أصحاب البشرة المختلطة. هنستخدم هو سيرم واحد النياسيناميد مع كريم الأكريتين النص. يوم كريم الأكريتين النص ويوم سيرم النياسيناميد. الأكريتين بس يتساب على البشرة نص ساعة ويتغسل ويتحط بعديه أي مرطب، وسيرم النياسيناميد يوم لحد ما البشرة تاخد عليهم لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، وبعد كده نستخدمهم عادي مع بعض، الأكريتين وبعديه بساعتين النياسيناميد. لما المسامات تتحسن هنوقف الاكريتين وهنكمل بالنياسيناميد، بس هنكمل بيه فتره طويله شويه، 6 شهور او سنه، عشان المسامات ديت مشكله بتبقى دايمه. طيب، سيرم تجاعيد وخطوط رفيعه والخطوط التعبيريه والهالات السوداء اللي تحت العين، هنستخدم 3 سيرم. سيرم الاليكزير اللي هو الارجرلاين، اسمه سيرم الاليكزير، وسيرم الريتينول، وسيرم الهالورونيك اسيد. سيرم الاليكزير الارجرلاين هنستخدمه صبح وبالليل، 7 أو 8 نقط على الوش كامل وتحت العين، مفيش مشكله، هيخفي لك التجاعيد والهالات، هيخفي التجاعيد والهالات. وبعدين بالليل سيرم الريتينول بعد سيرم الاليكزير بساعه، نحط سيرم الريتينول. والصبح سيرم الهيالورونيك اسيد كمرطب، ممكن نستخدمه الصبح وبالليل بعد سيرم الريتينول كمان. يعني الاليكزير هنستخدمه مرتين، الريتينول بالليل، والهيالورونيك اسيد ممكن نستخدمه كمرطب عادي بعديهم. طبعا يا جماعة، استخدام السيرامات دي كلها هو عبارة عن 7 أو 8 نقط على الوش كامل، بس هتجنب منطقة تحت العين أو حول الفم. تمام. اللي بينفع بس نستخدمه تحت العين او حوالين الفم هو سيرم الهيالورونيك اسيد او سيرم الارجرلاين اللي هو الاليكزير، لان السيرم ده انا بستخدمه في علاج الخطوط التعبيريه والخطوط طبعا اللي تحت العين، فينفع استخدمه للهالات السوداء حتى اللي تحت العين والانتفاخات والخطوط التعبيريه اللي حوالين الفم. هما السيرامين دول بس اللي ينفع استخدمهم تحت العين وحوالين الفم، باقي السيرامات لا، ما استخدمهمش تحت العين او حول الفم. طبعا انا قلت لكم كل روتين بالتفصيل، كل روتين بالتفصيل يا جماعه. يا ريت لو عجبكم الفيديو يا جماعه تعملوا لايك واعملوا شير. اعملوا شير يا جماعه، اعملوا شير عشان غيركم يستفيدوا، عشان الفيديو يوصل. واللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.